السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نوجد ان شاء الله اكله اللي سهله واللي خفيفه للسحور، اللي هو اللحم في الكوكوط كيجي طايب بحال مفور مع الرز، وتقدروا تزيدوا معاه شويه ديال الخضيره. دونك خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير. المقادير البنات غادي نحتاجوا الكميه اللي غادي تقدكم للطبق ديال اللحم على حسب عدد الاشخاص. من الاحسن تكون هبيره بحال طريفات ديال المليجات. غادي نحتاجوا ايغالمون شويه ديال الزعتر، شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون. ابزار كيبقى اختياري الا كتبغيوه ولا لا. غنستعمل البصله بودغا الا كانت عندكم، ماشي اجباريه. غنستعمل اكليل الجبل اولا ازير. غنستعمل الثومه بودغ، وغنستعمل المعدنوس القزبور حبوب. دونك بالنسبه للطريقه ديال التحضير خليكم معايا. دونك في الكوكوط اللي غادي نطيب فيها غادي ندير الحيمه ديالي، غادي نزيد عليها القياس ديال الملحه، دونك غنديرو قياسنا ديال الملحه، نديرو قياسنا ديال الكمون. تقدروا تستعملوا الكمون حب اللي ما بغاش يدير الكمون بودغ. غندير انا شويه ديال الابزار، غادي نزيد عليها شويه ديال البصله بودغ حتى هي كتنسم مزيان. كي قلت لكم اللي عنده اللي ما عندوش كتبقى اختياريه ماشي اجباريه، ولكن كتزيد واحد النكهه زوينه للحم. غادي نزيدو عليها الزعتر. بالنسبه للزعتر واكليل الجبل يعني ازير والقزبور حبوب، اللي ما كيبغيش المذاق ديالهم منين يكون كياكل بحال دابا اللحم ولا يلقى داك الطريفات كيتغزو، تقدروا ديروهم في كموسه يا اما فاصمه، المهم كميميسه ولا طريف ديال حياتي، وتلوحوهم في الطنجره باش يطلق غير داك النكهه ديالو. بالنسبه لي انا ما عنديش مشكل، غادي كنحكهم وكنديرهم، ما عنديش مشكل ملي كنكونوا كناكلوا. وبالنسبه للقزبور حبوب كنعزلهم ملي كنسالي الطياب كنعزلهم. غادي نزيدو عليها شويه ديال الثومه بودر، وكي قلت لكم غنزيد داك اكليل الجبل اللي هو ازير، وغنزيد داك القزبور حبوب. نديرو في الجنيبات ديال الطنجره باش يطلق لي النسمه ديالو في اللحم منين يكون كيطيب. بالنسبه للطنجره ديالي راه ما غنزيد فيها لا مال حتى شي حاجه. وبالنسبه للزيت كتبقى اختياريه، انا كتعجبني النسمه ديال الزيت البلديه، دونك غنزيد واحد شويه ديال الزيت البلديه ماشي بزاف، تمام واحد المعلقه كبيره. غادي نجي ونحاول نشرمل اللحيمه ديالي في داك هاد الشرميله هادي، ندخل فيها مزيان. وكي شفتوا ما غنزيد لا مال حتى شي حاجه، غنقفل على الكوكوط. دابا بالنسبه للكوكوط ديالي البنات كتشدوها كتقلوها بشي حاجه اللي عندكم، مقله ثقيله ولا تحتاني ديال طاجين ثقيل، وديروا فوق منها الكوكوط ديالكم وتشعلوا عليها ماء العافيه مهيله، وتخليوها الوقت الكافي اللي كيطيب اللحم. منين تفوت نص ساعه حلوا الطنجره، طلعوا عليها شوفوا اللحيمه ديالكم واش طابت واش فتات. الا كانت مازال تزيدوها حتى داك اللحيمه كتولي بحال مفوره على الكسكاس. دونك غنرجع معكم منين توجد لي اللحم ديالي. دابا رجعت معكم البنات من بعد ما طابت لي اللحيمه ديالي. هانتوما شفتوا كي كتولي فتيتيه، راه كتجي بحال مفوره، غير هو الفرق ما كتجيش باسله لان كيدخلوا فيها داك التوابل اللي درنا كيدخلوا فيها مزيان. وهنا راه بقات لي شويه ديال داك المريقه اللي طلق لي اللحم. غادي نشد انا هنايا راني وجدت شويه ديال البطاطا وخيزو، هادو كيبقاو غير اختيار ليا.
هنايا انا شديت شويه ديال البطاطا وخيزو قشرتهم، غادي نديرهم هنايا في الطنجره في داك الدغميره اللي بقات لي شويه ديال اللحم. غنزيد عليهم نفس التوابل اللي درنا قبيله، يعني غنزيد الملحه، غنزيد الكمون، شويه ديال الابزار. نتوما تقدروا تزيدوا شي تتبيله واحده اخرى الا كتعجبكم. غنزيد شويه ديال الثومه بودر وشويه ديال البصله بيان سور زيت البلديه، وغنزيد غير شويه ديال الماء، يعني واحد نص كاس ولا كاس الا ربع ديال الماء. وغادي نسد عليه عاوتاني الكوكوط وغادي نخليه على عافيه مهيله حتى غادي بحال غتسلق ليه ولا تفور ليه هاد البطاطا وهاد الخيزو هذا، وعاد نعزلهم ونرجع باش نطيب الرز. دونك هانتوما كي شفتوا راني زدت التوابل اللي قلت لكم، وزدت 8 معالق كبيره ديال زيت البلديه، توابل درت الملحه الابزار والكمون، ثومه بودغ والبصله بودغ، شويه ديال الزعتر، ما غنزيدش ازير راه النسمه ديالو ديجا كاينه في الطنجره. وغنزيد دابا كاس الا ربع ديال الماء، ما غنكثروش، وغنقفل على الكوكوط على عافيه مهيله نخليهم حتى يطيبوا لي مزيان. دونك غنرجع معكم اون فوا يطيب لي الخضيره ديالي. الوغ رجعت معكم البنات من بعد ما طابت لي داك الخضيره ديالي، راه حتى هي طلقت المريقه ديالها. دابا غادي نزيد الرز حيت غادي نقدموها بحال الكبس. دونك هنا البنات على هذا الكاس الرز درت انا 4 ديال المعالق، 4 ديال الكيسان ديال الرز. نزيد عليهم شويه ديال الزيت، راكم شفتوا بقات لي واحد الدغيره لتحت، نزيد عليهم شويه ديال الزيت باش ما يتلصقليش. غنزيد عليه نفس التوابل باش يطلق لي فيه المذاق. غنزيد عليه شويه ديال البصل بودر، غنزيد الضماد ايديال ديال الزعفران شعره، غنزيد مع النص ديالها باش يلون لي، ما نديرهاش كامله. غادي نجي ندير ضماد ديال الثومه بودر، غنزيد ضماد ديال الثومه بودر، وبيان سور غنزيد المليحه ديالي، نزيد المليحه ديالي، نزيد ثاني الابزار باش يطلق لي شويه ديال الحرور، نزيد شويه ديال الزعتر باش ناكسونطيو المذاق ديال الزعتر حتى في الرز ديالي، واخا راه كاين في داك الدغيميره اللي بقات لنا لتحت. وغادي نزيد ضامه ديال البقري ديال الكنور، كتبقى اختياريه، اللي ما كيعجبوش كنور ولا ما كيديروش في الطياب ما عندولاش. بالنسبه للماء، بما انني درت 4 ديال الكيسان ديال الرز، دونك غادي ندير كل كاس ديال الرز 2 كيسان ديال الماء، دونك غندير 8 الكيسان ديال الماء. صافي هكا باش غادي يطيب لي الرز ديالي بلا ما ينشف قبل ما يطيب، ونضطر نزيد الماء ومن طون بلا ما تبقى فيه عاد المرقه. دابا البنات غادي نقفلوا عليه، غادي نديروه على عافيه مجهده. كي يبدا يصفر غادي نقللوا العافيه ونخليه حتى ينشف مزيان من الماء ديالو، وديك الساعات غنعودوا باش نبريزونطي لكم. البنات الرز ديالي من بعد ما كيبدا كيصفر قللت عليه العافيه، وكنحسب له تقريبا واحد 10 ديال الدقائق على ما كينشف من الماء ديالو كيطيب مزيان. دابا غندوز ديال اليوم، راها وجبه ديال السحور خفيفه صحيه وزوينه وسريعه، بصحه وراحه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع طبق جديد. السلام عليكم.